مرحبا بكم في قناة لمين تيوب. فضلا وليس أمرا خلي اشتراك للقناة وإعجاب للفيديو. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. إخواني الكرام، أخوكم مرحبا بكم في رسائل لمين تيوب. خوتي كما راكم تشوفوا اليوم حادثة راها صرات فقط منذ ساعتين وثلاثة. هذا الشيخ راه يتحدث على هذه الحادثة اللي هي فقدوا فيها واحد الفتاة خرجت من المدرسة من 8 خرجتها ولا مشى ولدرك ما رجعتش. المهم درك يحكي لكم الشيخ، يحكي لكم القصة كيفاش صرات، وإن شاء الله هيبان الخير. إخواني الكرام، أخوكم عبد العزيز فارس. أنا الآن متواجد بالحي، يعني في الحومة تاع هذيك البنت الطفلة تاع 12 سنة في عمرها، تقرا في السيام في المتوسطة اللي مازال ما بانتش، راهي 7 و10 تاع الليل. جيت للحومة هنا، صليت المغرب وجيت للحومة، لقيت واحد الجيران وراولي الدار، قالوا لي بصح راهي غير المرأة في الدار، باباها راه من مركز الامن الى مركز الامن، راه في مراكز الامن تاع الشرطه تاع رويبه، راه يديكلاري 7 و10 ما بان والو على الطفله هذيك تقرا في المتوسطه. فانا الان ادق ناقوس الخطر. رسالتي الى وزير التربيه والتعليم العالي، يا اخي احنا في المدارس ندفعوا كراس او دفتر المراسله فيه رقم الهاتف تاع الوالدين تاع الاولياء. هاي الطفله من 8 تاع الصباح ما بانتش. قال لك المراقبه دوك اتصلنا باباها وراح، المراقبه هي اللي قالت لها روحي احتجي بباباك ولا يمك باش تدخلي. يا ناس على بالكم باللي برا الدنيا راهي غابه، لسنا في ما راناش في مأمن، في امان، الدنيا ولات غابه. كيفاش طفله 11 ولا 12 سنه تقرا في متوسطه تقول لها روحي احتجي بباباك؟ على بالكم باللي الدعوه راهي غابه برا. الان الطفله راهي 7 و10 تاع الليل، رانا بالحد ما بانتش طفله. يماها راهي تبكي راح تموت، وباباها راه من مركز امن الى مركز امن. فانا ادق ناقوس الخطر. وزاره التربيه والتعليم العالي، وزير التربيه والتعليم العالي، المدراء، المفتشيات او المفتشين والمراقبات والمراقب العام، المراقبين العامين، اتقوا الله، خافوا ربي. اولادنا وبناتنا في الابتدائي ولا في المتوسطه ولا في الليسي راهم امانه. كي يجون عندكم ما تخرجوش، ما تقولوش روح، الدنيا راهي غابه برا. ها لو كان ما تبانش الطفله هذه كيفاش مصيرها؟ من يتحمل مسؤوليه؟ خافوا ربي، ولادنا وبناتنا راهم امانه عندكم. طفله 11 12 سنه، خافوا ربي يا ناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تعود إلى أحضان والديها وعائلتها سالمة معافاة. إن شاء الله توصل الرسالة هذه إلى وزير التربية والتعليم العالي، تصدر قوانين في أقرب وقت. ولادنا كي يجوا على 8 ما يخرجوش لبرا. احنا رانا في بالنا بلي راهم داخل المدرسة، راهي 7 قريب و4 طفلة مازال ما بانتش، 11 12 سنة في عمرها. هذا امر خطير، ما تزيدوش تعاودوها. واذا ما بانتش طفله خلاص ما بانتش كامل، شكون يتحمل المسؤوليه؟ خافوا ربي يا ناس، هذا امر خطير. خاوتنا رانا في العواشر اواخر شعبان، ادعوا الله عز وجل ان يعيدها الى احضان عائلتها. اقسم بالله غير مقبله غير كنت اون لايف، والله العلي العظيم ما قدرت نحمل. اللهم انا نسالك العافيه يا ربي، ردها الى عائلتها والى والديها سالمه المعافاه. يا المدراء ويا المفتشين المراقبات، خافوا ربي، راح ترقدوا مهنيين. المراقبه اللي قلت لها انت روحي احتيجي باباك ولا يماك راح ترقدي. ايها المدير، ايها المفتش، لا اله الا الله.